إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من عباده، كما قال رب العزة والجلال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، من منا لا يريد أن يحبه الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي أمنية كل مسلم، يسأل الله سبحانه وتعالى دائما في دعائه: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. ولكن لا بد أن نعرف ما هي الطريقة وما هو السبيل إلى نيل محبة الله عز وجل. المحبة لله عز وجل صفة ثابتة بالكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وقد جاءت النصوص على ذلك وعلى إثباتها، كقوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، فيوضع له القبول في الأرض. هذا شيء مما يناله المسلم إذا أحبه الله عز وجل. إذن كيف الطريق إلى هذه المنزلة العالية الرفيعة التي يسعى إليها كل مسلم؟ فيا من يريد هذه المنزلة، لا تخالف أمر مولاك، لا تخالف أمر الله عز وجل. لا تكن من الذين يقولون نحب الله وهم يعصونه ليل نهار، لا تكن من الذين يقولون نحب الله وهم لا يعظمون شرعه ولا يعملون بهديه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديعه. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. كذلك يا عبد الله، يا من يريد أن يحبك الله عز وجل وتنال هذه المنزلة العالية الرفيعة، أقبل على كتاب الله، أقبل على القرآن تدبرا وفهما لمعانيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. وما معنى كان خلقه القرآن؟ أي كان ممتثلا لأمره، منتهيا عن نهيه، عاملا بما فيه. هذا هو الخلق الذي يرضاه الله عز وجل ويريده من عباده. أحد الصحابة كان يكرر في صلاته سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. فلما سئل عن ذلك قال: أحبها لأن فيها صفة الرحمن، فأحب أن أقرأها. فانظروا ما قال له عليه الصلاة والسلام: قال له عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. إذن التعلق بالقرآن هو السبيل إلى التعلق بالله وزيادة الإيمان ونيل محبة الله عز وجل.
فأقبلوا على تلاوة كتاب الله وأقبلوا على العمل به، فأنتم في شهر القرآن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقواه واعملوا بطاعته ورضاه، واعلموا وفقني الله وإياكم لطاعته أن من وسائل نيل محبة الله عز وجل الإكثار من ذكر الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث القدسي: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. والحديث رواه ابن ماجه. كذلك يا عبد الله، يا من يريد محبة الله عز وجل، يا من يريد نيل هذه المنزلة العالية الرفيعة، عليك بإيثار محاب الله تعالى على محابك. نعم، النفس تهوى وتحب وتريد، لكن هنا الميزان وهنا الفارق بين من يحب الله ومن يحب نفسه ومن يريد أن يتبع خطوات الشيطان. إذا رأيت نفسك تريد معصية الله عز وجل فتذكر أنك تريد محبة الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك إن كنت تحب الله عز وجل. فأقبل على الله وقدم أمر الله عز وجل على كل أمر، واجعل شرع الله عز وجل هو الميزان لك في أقوالك وأفعالك وتصرفاتك لتنال هذه المنزلة العالية الرفيعة. تذكروا أن الخير والفلاح لمن زكى نفسه وطهرها وجعلها على مرضاة الله عز وجل. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم صلوا عباد الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار المهاجرين منهم والأنصار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المفضلين وأهل بدر والعقبة وأصحاب الشجرة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق وحدك ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما بلغتنا شهر الصيام فاجعلنا من عتقاء شهرك الكريم. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لهداك واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم أبدل حالهم إلى أحسن حال، اللهم أبدل حالهم إلى أحسن حال، اللهم أبدل حالهم إلى أحسن حال. اللهم أبدل خوفهم أمنا وضعفهم قوة. اللهم شاف مرضاهم وعاف مبتلاهم وانصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على جزيل نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.